السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات درس أحكام التجويد من كتاب التربية الدينية الإسلامية الصف الثاني الإعدادي. نقول بسم الله. ما تنسوش يا أبطال تدعموني بلايك واشتراك في القناة، متشكرة جدا ليكم. اللايك بيساعدنا الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائك وزمايلك والكل يستفاد. واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة بأمر الله توصل لكم من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله يلا بينا. أول سؤال هنا بيقول لك استخرج من سورة المنافقون 3 كلمات بتحتوي على حروف مفخمة و3 كلمات بتحتوي على حروف مرققة. طيب أنا عندي الكلمات اللي بتحتوي على حروف مفخمة. أنا كتبت لك إجابة السؤال تحتنا، تقول له عظيم طغيانهم، هنا هتقول له يعذبهم، وعندك كلمة يجزين، وعندك كلمة أدلة. طيب أنا عندي هنا في الكلمات القرآنية بتحتوي على حروف مرققة هتقول له في وإذا وقالوا ورسول وبصير. ارسم خريطة ذهنية تتوزع عليها حروف التفخيم والترقيق. هتقول له حروف التفخيم 7 حروف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، اللي هي لما تيجي تدمجها في كلمة هتقول خاصة ضغط قز. طيب هنا حروف الترقيق هتقول له بقى ايه الحروف؟ بتكون حروف ترقيق. اختر الإجابة الصحيحة. التفخيم في علم التجويد هو، هتقول له تسمين صوت الحرف عند النطق. من الحروف التي تفخم دائما في جميع المواضع هتقول له الغين. اللام بتفخم فقط في لفظ الجلالة إذا سبقت بضم أو فتح. الراء بتكون مرققة إذا كانت مقصورة. المرتبة الأعلى من مراتب التفخيم هي عندما يكون الحرف المفخم هتقول له مفتوحا وبعده ألف. نيجي بقى يا شباب للسؤال اللي بعد ذلك. الحروف، ما الحروف التي تفخم دائما؟ أنا قلت لك اهي: الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف. هتدمجها في مقطع خص ضغط قز عشان ما تنساهمش. اهي الحروف دي كلها اهي: خص وايه، خاصة وضغط وقز. طيب متى تفخم الألف ومتى ترقق؟ هتقول له تفخم الألف، قاعدة الألف إذا جاء بعد حرف مفخم مثل الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاد اللي هي حروف التفخيم. طيب ترقق الألف امتى بقى؟ إذا جاءت بعد حرف مرقق مثل صار. تمام. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. هنا في السؤال الأخير بيقول لك سجل مقطع صوتي 30 ثانية لتلاوة آية من اختيارك مع التركيز على التفخيم والترقيق، وارسلها للمعلم وشاركها مع أسرتك. كده يا شباب احنا حلينا صفحة 13. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح يا رب، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. مع السلامة.